المصريين اللي في أوروبا أو حتى العرب اللي في أوروبا جم إزاي أوروبا؟ ده سؤال بيتسأل وبيرد على أسئلة تانية أكتر الناس بتسألها طول الوقت. أنا عمال أدور على طريقة أو عمال أدور على هجرة ومش لاقي. وناس بتنزل بوستات كتيرة طول الوقت وأنا كله كلام في شنك وكلام مش حقيقي وضحك على الدقون ونصب. ممكن توصل إن هم يقولوا نصب. مثلا هتلاقي حد بيقول لك أصل الهجرة دي بس اللي معاهم فلوس فاللي مش معاه فلوس مش هيهاجر. هتلاقي واحد تاني برضو بيقول لك ايه ده كله كلام بس يعني عشان الفلوس عشان دي ناس عايزه تاخد فلوس الناس وخلاص وشركات وخلاص. هم فعلا في ناس كتيره فعلا بيضحكوا على الناس ده انا معاك فيه ومتفق معاك فيه فعلا. في شركات فعلا ما عندهاش اي مصداقيه وبتاخد فلوس الناس وهم عارفين ان هم ما بيقدموش حاجه. ده صحيح. ولكن اللي انا عايز اقوله ان الهجره حاجه حقيقيه وموجوده ومشروعه. مش حاجه يعني مختفية أو هو سر عسكري. لأ ده كل حاجة موجودة في المواقع الرسمية وموجودة بس الناس هي اللي مش بتدوّر. إحنا يا جماعة في ناس فينا كتير للأسف ما عندهاش المَلَكة إن هو يدوّر على الحاجة ويقراها ويبحث ويلاقي الحاجة ويبتدي يطبّق فيها. بس هي مسألة إن أنا بابحث بادوّر من مواقع طبعًا رسمية موثّقة وبابتدي أطبّق الحاجة المطلوبة منّي عشان أوصل للهدف اللي أنا عايزه. ده بمنتهى البساطة الموضوع. طيب الناس المصريين اللي هنا وصلوا إزاي؟ هاقول لك أنا كل الطرق اللي هم وصلوا بيها عشان برضه تبقى عارفها. رقم 1 في ناس هنا جات عن طريق إقامات عمل، ودي يا جماعة ناس قليلة أوي، دي الفئة القليلة أوي، يعني دول مثلًا لا يمثّلوا مثلًا 5% من وجهة نظري، اللي هم جُم على إقامات عمل. أنا هنا باتكلم على أوروبا بالتحديد. على إقامة عمل مش كتير اللي جُم عليها من المصريين. طيب الإقامات العمل دي هم جابوها إزاي؟ لأ هم بيكون عندهم وظايف أصلًا مطلوبة وفيها نقص هنا وموجودة في الجداول في المواقع الحكومية بتاعة أوروبا إن هم عايزينها. الوظايف دي زي إيه؟ مهندسين، الجراحين، الأطباء، الصيادلة ممكن يعني بس مش أوي. الناس اللي عندهم بعض المهن الحرفية بس برضه مش أوي، لإن برضه هنا في يسدّوا يعني العجز بتاعهم من الدول الأوروبية التانية. الناس اللي هم في الIT اللي هم في الSoftware هندسة الSoftware والERP وتحليل البيانات دول مطلوبين جدًا. فأغلبهم في التخصصات دي يا جماعة. طيب ماشي، نيجي للنوع التاني من الفئات المصريين اللي موجودين هنا أو حتى العرب. النوع التاني ده بييجي عن طريق الدراسة. بييجي بيدرس، بيخلّص مثلًا دراسة وبعد كده بيحوّل الإقامة بتاعة الدراسة لعمل. ممكن يطلب بحث عن عمل الأول قبل ما يحوّل الإقامة. الموضوع ده يا جماعة يعني بيكون فيه معضلة بس في التحويل. التحويل ده مش سهل وبيختلف من دولة لدولة. في دول أصعب من دول وفي دول تلاقيها نسبيًا أسهل. هابقى أتكلم طبعًا عن الموضوع ده في فيديوهات منفصلة. طيب الناس دي يعني أكتر من الناس اللي بتيجي على إقامة عمل أنا مثلًا جيت أول مرّة دراسة، يعني أنا أصلًا درست في الجامعات في أوروبا، وبعد كده حوّلت إقامتي لإقامة عمل. طيب في ناس تانية بقى بتيجي على إقامات اللي هي الغير ربحية. دي الناس اللي هم مثلًا بيتجهوا بيبقى مثلًا freelancer digital nomad عنده مثلًا دخل سلبي كبير. بيبقى مثلًا حد معيّن من الراتب غالبًا أكتر من الحد الأدنى في الدولة. يعني مثلًا في أسبانيا حوالي 2800€. الناس دي بتقدر إن هي تثبت إن هي عندها موارد مستمرة، فيها استدامة، وبتقدّم على حاجة اسمها إقامة غير ربحية. دي إقامة بصراحة أنا ما باحبهاش وليها عيوب كتير وهابقى أتكلّم عليها في فيديو منفصل. دي نسبتها برضه مش كبيرة، يعني الناس اللي هم بييجوا دراسة أكتر. طيب ماشي، النسبة برضه اللي أكبر شوية منهم من كل دول، اللي هم بييجوا على ضَم عائلي. مثلًا بيبقى متزوج مثلًا من واحدة عندها الجنسية، أو واحدة عندها إقامة، أو العكس واحدة مثلًا متزوجة من مواطن عنده الجنسية الأوروبية أو عنده إقامة. ممكن يكون ده بقى حد حتى مصري أو عربي بس عنده الجنسية، يعني مش شرط يكون يعني أوروبي. طبعًا دي من دولة لدولة بتختلف، يعني مثلًا في ألمانيا هتلاقوا أغلبية المصريين جايين دراسة أو تدريب مهني. في التدريب بقى المهني بس ده مش متوفر في كل دول أوروبا، متوفر في ألمانيا. طيب نيجي بقى على الأكترية للأسف، ده كلام صحيح اللي أنا هاقوله ده. بيبقوا هربانين كاسرين فيزا، يعني هو جه فيزا سياحة كسرها وبيبقى مثلًا هربان أو هربانة، يعني دخل أصلًا من غير فيزا خالص، يبقى غير قانوني يعني. جِه عن طريق مثلًا المراكب زي ما بنقول كده. طيب الناس دي إيه وضعها بعد كده؟ كل دولة ليها قوانين في تقنين الأوضاع. في دول كتير ما بتقننش الأوضاع. الدول اللي بتقنن الأوضاع يعني هم بصراحة قليلين مش كتير.
ممكن اليونان، إيطاليا، فرنسا، أسبانيا، برتغال. فرنسا صعبة جدًا في تقنين الأوضاع، وأنا هاتكلم في فيديو عن فرنسا في موضوع تقنين الأوضاع ده. يعني أسبانيا وبرتغال يعني فيها مرونة شوية، بس طبعًا الحاجة اللي أنا اللي إحنا هنلاحظها من خبرتي مع بشر كتير في الموضوع ده، هو إن التقنين الأوضاع مش مضمون. ممكن تقعد سنين كتيرة ما تقننش وضعك، ممكن يتنصب عليك، في ناس كتيرة أوي اتنصب عليها. أنا عندي واحد من أقرب أصدقائي اتنصب عليه 3 مرات وفي مبالغ كبيرة وفي دول مختلفة كمان، عشان يقنن وضعه. في نصابين كتير أوي في الموضوع ده. يعني أنا هاقول لك مثلًا 70% من أو 80% في تقديراتي أنا نصب. ما تعملش كده لإن الموضوع صعب جدًا، جدًا. أنا هاشرح ده في فيديو منفصل برضه، عشان الناس برضه تبقى فاهمة أبعاد الموضوع. آمم، تقنين الأوضاع مثلًا عن طريق الجواز ده بيبقى الأسهل، بس ده طبعًا مش مضمون تمامًا، وهنا في وعي دلوقتي عن إن يعني إن في ناس مثلًا بتبقى بتاخد الطريق ده وبتسلك الطريق ده بس عشان تقنين أوضاعها. طيب هل الناس دي بتنجح إنها تاخد إقامات؟ نسبة منهم بتنجح إنها تاخد إقامات، إما عن طريق مثلًا العمل، مثلًا سنوات معيّنة أو تدريب مهني معيّن، إما عن طريق الجواز، إما عن طريق اللجوء. آه. وده طبعًا اتقفل للمصريين في القوانين الجديدة، يعني في بعض المصريين كانوا بيقدموا لجوء في إيطاليا، كانت إيطاليا هي اللي متسامحة شوية مع المصريين، لأن مصر بلد آمنة. المصريين ما لهمش حق يقدموا لجوء، يعني حقك تقدم لجوء بس نسبة قبوله قليلة أوي. كانت إيطاليا هي اللي بتقبل النسبة الأكبر. ولكن دلوقتي طبعًا بعد القوانين الجديدة في الاتحاد الأوروبي، مصر دولة آمنة بشكل رسمي، فما بقاش الموضوع ده بيمشي. طيب أنا مش هاتكلم على عيوب اللجوء والكلام ده، لإن ده في فيديو تاني برضه، عشان يعني ما أضيّعش وقتكم في كلام فرعي. لكن أنا هاقول إن عدد كبير من المصريين اللي هنا هم مقننين أوضاعهم، بس عانوا كتير أوي. ممكن تسأل الناس اللي عملت كده عانت قد إيه. والكلام ده على فكرة يا جماعة مش كلام بيتقال كده وخلاص أو بيضحكوا عليكم، أو هو مثلًا مش بيتمنى لك الخير، لأ ده حقيقي، دي بهدلة. ويعني مرمطة زي مش عايز أستخدم ألفاظ أكتر من كده. طيب، في نسبة برضه يا جماعة من الناس دي بترجع، يعني هو بيبقى بس رايح مش عايز ياخد إقامة، هو عايز بس يروح يشتغل. طبعًا بياخد أجور أقل طبعًا من غير الإقامة. بيقعد مثلًا 7، 8 سنوات، بيحوّش مثلًا مبلغ لو عرف يحوّشه أصلًا، وبعد كده بيرجع. يعني في ناس أصلًا ما بتنجحش في ده. أنا عندي أصدقاء ما نجحوش في تقنين الأوضاع، بس عندي أصدقاء تانية نجحوا في الموضوع. فالموضوع ده شائك، ما فيهوش يقين، هي دي مشكلة الموضوع ده. فحاول تيجي على إقامة نظامية مضبوطة من الأول، بلاش موضوع إن أنا أكسر وأحاول آخد إقامة، لإن هتتعب أوي. وكمان الوقت اللي هتضيّعه عشان تقنّن وضعك ده، لو قنّنت وضعك هتكون حققت حاجة كبيرة فيه لو جيت بشكل قانوني. فتعالَ بشكل قانوني أحسن، امشي في الإقامة المضبوطة. هي دي الإقامات، هي دي كل الطرق اللي المصريين موجودين بيها هنا في أوروبا، أنا قُلتها تقريبًا كلّها. لو حد عنده طريقة تانية يقولها في التعليقات. وأتمنى أكون فدتكم في الموضوع ده. بس يعني الإقامة النظامية بتريّحك كتير جدًا. طبعًا بتعيش قانوني من أول يوم، بتاخد حقوقك كاملة في الدولة، بتاخد مثلًا أحسن أجر في وظيفتك. عندك حقوقك، مثلًا لو أي حد مثلًا اتعدّى على حقوقك في أي حاجة في الدولة تقدر تاخد حقك. التأمين الصحّي طبعًا بيبقى أفضل، وإن كان ده متوافر للغير قانونيين، بس مش في كل الدول طبعًا. في مميزات كتيرة، حرية السفر في أوروبا. طبعًا اللي ما عندوش إقامة ما عندوش الحرية دي. وبس يعني أتمنى أكون جاوبت السؤال اللي هو مُعضلة لناس كتيرة ووضّحته. واللي عنده أي أسئلة يا جماعة يكتبها لي في التعليقات. شكرًا.